اهلا بيكم تالتة اعدادي، ومعانا النهارده اول درس جغرافيا عندنا في الترم الاول بعنوان قارات العالم، الموقع والمساحة. يعني ايه العنوان ده؟ اقول لك يعني هنجيب خريطة العالم ونشوف القارات اللي عليها ونعرف مع بعض مكان كل قارة فين بالظبط وايه هي الحاجات اللي حواليها، وكمان نعرف ترتيب القارات دي من الكبير للصغير. اهو ده بقى الموقع والمساحة بتاع قارات العالم. طب علشان نعرف الكلام ده نعمل ايه؟ اقول لك هنجيب الكرة الارضية اللي احنا بنعيش عليها ونشوف مساحتها قد ايه. طب هم لما جم يشوفوا مساحة الكرة الارضية طلعت مساحتها قد ايه؟ قال لك مساحة الكرة الارضية 510 مليون كيلو متر مربع. كام؟ 510 مليون كيلو متر مربع. طب ال 510 مليون كيلو متر مربع دول عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن حاجتين، يا اما مية يا اما يابس. يابس؟ ايوه يابس، يعني ارض انا وانت نقدر نعيش عليها، اماكن ما فيهاش مية يعني. طيب يبقى كده الكرة الارضية مقسومة لكام حاجة؟ حاجتين، مية ويابس. طب بقى انهي اكبر، المية ولا اليابس؟ قال لك لا المية، لان مساحتها 70.7% من مساحة الكرة الارضية، اما اليابس يا دوب 29.3%. طب المية اللي مساحتها 70.7 دي موجودة فين؟ قال لك موجودة عندك في المحيطات وفي البحار والبحيرات والانهار، كل دي اماكن فيها مية. طب اليابس عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن حاجة اسمها القارات. القارات ايوه. بيقول لك بقى في المية انا عايزك تكلمني عن المحيطات بس، وتعرف ان انت عندك 5 محيطات في العالم. وبالنسبة للقارات تعرف ان احنا عندنا 7 قارات وتكلمنا عنهم بالتفصيل. يبقى احنا كده عرفنا ان الكرة الارضية اللي انا وانت بنعيش عليها مساحتها 510 مليون كيلومتر مربع، مقسومين لمية ويابس. في المية هتكلم عن 5 محيطات، وفي اليابس هتكلم عن 7 قارات. ايوه. طب ما تقول لي ال5 محيطات دول. اقول لك يلا نجيب خريطة العالم ونشوف الحاجات دي موجودة فين بالظبط. ونبدأ اول حاجة بالمحيطات. قال لك هنا كده محيط اسمه المحيط الهادي. المحيط الهادي ايوه. وعلى ايدك اليمين هنا المحيط الهادي برضه. طب ازاي؟ على ايدي اليمين المحيط الهادي وعلى ايدي الشمال المحيط الهادي، هما 2 ولا واحد؟ اقول لك واحد. واحد ازاي وهو واحد هنا وواحد هنا؟ اقول لك انت نسيت ان احنا عايشين على حاجة اسمها الكرة الارضية. اقول لك ايوه احنا عايشين على حاجة اسمها الكرة الارضية. اهو احنا بقى جبنا الكرة الارضية وقطعناها وفردتها قدامك علشان نعرف ندرسها. اهو الحتة اللي على اليمين دي المفروض لازقه في الحته اللي على الشمال دي، فاحنا هنا فردنا الكره الارضيه، ولكن في الحقيقه الرسمه ديت بتبقى على شكل كره. يبقى المحيط الهادي هتلاقيه على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال، لاننا عايشين على حاجه اسمها الكره الارضيه. ماشي، انا عرفت ان انا عندي اول محيط اسمه المحيط الهادي. عندك تاني محيط اسمه ايه؟ قال لك هنا كده محيط اسمه المحيط الاطلنطي. المحيط ايه؟ الاطلنطي. طيب هنا كده عندك محيط اسمه المحيط الهندي. هنا كده عندك محيط اسمه المحيط القطبي الجنوبي. فوق خالص هنا بقى في الحتة دي كلها المحيط القطبي الشمالي. لو عدناهم هنلاقيهم 5 محيطات. طب انا عايز اعرف انهي اكبر وانهي اصغر. اقول لك المحيط الهادي رقم 1، المحيط الاطلنطي رقم 2، المحيط الهندي رقم 3، المحيط القطبي الجنوبي رقم 4، اما المحيط القطبي الشمالي رقم 5، وده اصغر محيط في العالم. يبقى اكبر محيط في العالم المحيط الهادي، واصغر محيط في العالم المحيط القطبي الشمالي. طيب ده بالنسبة للمحيطات. ما تكلمني بقى عن ال7 قارات اللي انت قلت لي انهم موجودين. اقول لك ديت قارة اسيا، ديت قارة افريقيا، هنا كده اوروبا، دي امريكا الشمالية، ودي امريكا الجنوبية، ودي استراليا، ودي القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. تاني كده اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، استراليا، القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. اقول لك ايوه. قال لك بقى عارف ال3 قارات اللي جنب بعض اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا؟ الانسان اول ما عاش على الارض كان موجود في ال3 قارات دول، فالعلماء قالوا لك على ال3 قارات دول قارات العالم القديم، لان الانسان لما عاش على الارض عاش في ال3 قارات دول في الاول خالص. يبقى قارات العالم القديم اسيا وافريقيا
افريقيا واوروبا. طيب بعد كده الانسان بدأ بقى يصنع سفن ويعدي المحيطات دي، ولقى ان في قارات جديدة، لقى قارة امريكا الشمالية، ولقى قارة امريكا الجنوبية، ولقى قارة استراليا، وكمان لقى القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. فقال لك على الاربع قارات التانيين دول قارات العالم الجديد. يبقى انا كده عندي السبع قارات ممكن اقسمهم 3 قارات عالم قديم، اسيا وافريقيا واوروبا، والاربعه الباقيين بسميهم قارات العالم الجديد. بس قال لك التقسيمه دي مش مهمه بالنسبه لي قوي. امال ايه اللي مهم؟ قال لك المهم انك تعرف لي تقسيمه من الكبير للصغير، يعني تقول لي ترتيب القارات ديت من اكبر قاره لاصغر قاره. قال لك لو جينا نشوف اكبر قاره هنلاقيها قاره اسيا، رقم 2 افريقيا، رقم 3 اوعى تقول اوروبا، امال ايه؟ اقول له امريكا الشماليه رقم 3، رقم 4 امريكا الجنوبيه، رقم 5 القاره القطبيه الجنوبيه اللي تحت، رقم 6 اوروبا، ورقم 7 استراليا. يبقى تاني قارات العالم من الكبير للصغير اقول له اسيا، افريقيا، الامريكتين، امريكا الشماليه وبعدها امريكا الجنوبيه، بعد كده القاره القطبيه الجنوبيه اللي قبل الاخيره اوروبا، واخر حاجه استراليا. يبقى اكبر قارات العالم قاره ايه؟ اسيا. واصغر قارات العالم قاره ايه؟ استراليا. والترتيب ده انا عايزك تركز عليه. طيب انا كده عرفت ال5 محيطات، وعرفت ال7 قارات، وعرفت التقسيمه من الكبير للصغير. مطلوب مني حاجه تاني على الخريطه؟ اقول لك فاكر لما كان في خط في العرض كده بيقولوا عليه دائره الاستواء؟ ايوه اهو انا بقى عايزك تفتكر الحاجات دي قوي. ده اسمه دائره الاستواء، وكان فوقه كده مدار السرطان، وتحته كده مدار الجدي، وفوق هنا الدائرة القطبية الشمالية، وتحت هنا الدائرة القطبية الجنوبية. ال5 دوائر دول بقول عليهم دوائر العرض الرئيسية، هنفضل شغالين بيهم في الترم الأول في كل درس. طيب احنا كده عرفنا ترتيب القارات والمحيطات من الكبير للصغير، فلما نيجي نبص على عنوان الدرس اسمه ايه؟ قارات العالم، الموقع والمساحة. اهو المساحة احنا اتكلمنا عنها، يلا بقى كلمني عن الموقع. الموقع قال لك الموقع في الدراسات حاجتين، موقع اسمه الموقع الجغرافي، وموقع اسمه الموقع الفلكي. هو ايه الموقع الجغرافي والموقع الفلكي ده؟ اقول لك لو انا بسألك مثلا عن مطعم معين، وانت بتقول لي قدامه كذا ووراه كذا، على يمينه كذا، على شماله كذا، يعني من الاخر بتوصف لي المكان والحاجات اللي حواليه. اهو ده اسمه الموقع الجغرافي. موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى، انت قلت لي الحاجات اللي حواليه، ده اسمه الموقع الجغرافي. طيب سواء بقى كان بحار، محيطات، قارات او دول مجاورة، يبقى لما اجي اوصف المكان واقول الحاجات اللي حواليه يبقى انا كده بقول الموقع الجغرافي. طيب هو انت في الدراسات هتقول قدامه ويمين وشمال؟ ما ينفعش. فلما تلاقيه يقول لك الموقع الجغرافي على طول تفتكر الاتجاهات، فوق شمال، تحت جنوب، على ايدك اليمين شرق، على ايدك الشمال غرب. الاربع اتجاهات دول تبقى حافظهم زي اسمك. افتكرهم امتى؟ افتكرهم لما الاقي كلمة الموقع الجغرافي. يبقى الموقع الجغرافي على طول افتكر الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب. يبقى الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات وقارات او دول مجاورة. طيب بالنسبة للموقع الفلكي ده ايه؟ قال لك ده الموقع اللي موجود على الخرايط بس. على الخرايط؟ ايوه. يعني ازاي اقدر احدد الموقع ده على الخريطة فين بالظبط؟ طب ازاي؟ قال لك الخريطة بيبقى عليها خطوط مترقمة اسمها خطوط الطول، وعليها دوائر مترقمة برضو اسمها دوائر العرض. مش انا وانت اللي مرقمينها، العلماء هم اللي حاطين لي الارقام دي. فلما اجي اسالك على المطعم هتقوم قايل لي هو موجود بين خط رقم كذا وخط رقم كذا، يبقى انت كده حددتهولي بين خط كذا وخط كذا، وتقول لي الدايره اللي تحت دي رقمها كام والدايره اللي فوق دي رقمها كام. يبقى انت كده حطيت لي المكان اللي انا عايز اروحه على الخريطه بين خطين طول ودايرتين عرض. ده اسمه الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبه لايه وايه؟ لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض ده اسمه الموقع الفلكي. وطبعا خطوط الطول ودوائر العرض ده موجود على الخرايط بس، مش موجود على الطبيعة. يعني وانا وانت ماشيين مش هنتكعبل مثلا في خط طول او دايرة عرض، لا الكلام ده مش موجود. اللي موجود على الطبيعة الموقع الجغرافي، لانه موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات وقارات ودول مجاورة. واول ما يجيب لي قلت لك الموقع الجغرافي افتكر الاتجاهات على طول لاني هشتغل بيها شمال جنوب شرق غرب. اما الموقع الفلكي لا، ده شوية ارقام موجودة على الخرايط، اشوف المكان ده واحط خط
خط على يمين وخط على شمال واشوف ارقامهم كام، واحط دايره فوق ودايره تحت واشوف رقمهم كام. يعني موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب عاوزك بقى تجهز قلمك وكراستك وتكتب ورايا الحاجات المهمه اللي هقولك عليها علشان الدرس ده يثبت في دماغك. واول حاجه تكتبها في الكراسه بتاعتك تعريف الموقع الجغرافي وكمان تعريف الموقع الفلكي. التعريفين دول مهمين طبعا، مهمين جدا جدا جدا. طيب قالك بقى انا عايزك تقول لي موقع كل قاره من السبع قارات اللي عندك. يعني مثلا هنبدا بقاره اسيا وتقول لي موقعها. طبعا انت عارف الموقع يعني حاجتين، موقع جغرافي وموقع فلكي. اقول لك يلا نجيب خريطة العالم ونقول دي قارة اسيا ونكتب الحاجات اللي حواليها. فوق هنا المحيط القطبي الشمالي، تحت هنا المحيط الهندي، على ايدك اليمين المحيط الهادي، على ايدك الشمال اقول له دي قارة اوروبا ودي قارة افريقيا وده البحر المتوسط وده البحر الاحمر. دي كل البيانات اللي موجودة حوالين قارة اسيا. طيب علشان اجيب الموقع الجغرافي هتعمل ايه؟ اقول له انت قلت لي موقع جغرافي يبقى افتكر الاتجاهات الاربعه، فوق احط شمال، تحت احط جنوب، على ايدي اليمين احط شرق، على ايدي الشمال احط غرب. يلا قول معايا شمال اسيا ايه؟ اقول له المحيط القطبي الشمالي. طب جنوبها موجود هنا ايه؟ المحيط الهندي. طب في الشرق موجود ايه؟ المحيط الهادي. طب في الغرب ايه؟ اقول له تعالى عندي اوروبا، عندي البحر المتوسط، عندي البحر الاحمر. دول الاربع اتجاهات اللي هجيبهم في الموقع الجغرافي. طيب ما تقولهم لي تاني بس ما تقولهاش على خريطة العالم. يعني امسح لي خريطة العالم دي وحط لي خريطة اسيا لوحدها وحط لي البيانات تاني. اقول لك يلا نمسح خريطة العالم ونجيب خريطة اسيا لوحدها ونحط البيانات الاول. فوق هنا قلنا المحيط القطبي الشمالي، تحت المحيط الهندي، على ايدي اليمين المحيط الهادي، على ايدي الشمال اوروبا، وعند البحر المتوسط، وعند البحر الاحمر، وطبعا دي قارة افريقيا. طيب لو سألني على الموقع الجغرافي على طول افتكر الاتجاهات واحطها فوق شمال، تحت جنوب، على ايدي اليمين شرق، على ايدي الشمال غرب. في الشمال قلنا المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب المحيط الهندي، في الشرق المحيط الهادي، في الغرب عند قارة اوروبا، وعند البحر المتوسط، وعند البحر الاحمر. طيب قارة اسيا دي انت مش ملاحظ ان حواليها المية من 3 جوانب؟ قالك علشان كده بتعتبر شبه جزيرة كبيرة. علشان لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر تعتبر قارة آسيا شبه جزيرة كبيرة، أقول له لأن المياه تحيط بها من 3 جهات. عندي من فوق المحيط القطبي الشمالي، وعندي من الجنوب المحيط الهندي، وعندي من الشرق المحيط الهادي. علشان كده تعتبر قارة آسيا شبه جزيرة كبيرة. ده بالنسبة للموقع الجغرافي. الموقع الفلكي قالك الموقع الفلكي هتحط خط على يمين القارة بالظبط وخط على شمال القارة بالظبط وتشوف ده رقمه كام وده رقمه كام. قالك الخط اللي على الشمال بتاع قارة آسيا ده رقمه 26 شرقا، اما الخط ده هو اللي موجود على يمين قارة اسيا رقمه 170 غربا. 170 غربا، ايوه دول رقمين خطين الطول اللي انا حطيت واحد فيهم اول القارة وواحد فيهم اخر القارة. طيب حط لي دايرة على اول القارة من فوق وكمان دايرة على اخر القارة من تحت، فهلاقي الدايرة اللي فوق رقمها 81 شمالا والدايرة اللي تحت دي رقمها 10 جنوبا. ركز كده معايا، الارقام دي اعمل فيها ايه؟ اقول لك الارقام ديت تفهمها ما تحفظهاش. يعني ايه؟ يعني مش هيجي في الامتحان ويسألك مثلا قارة اسيا موجودة من خط كام وخط كام ودايرة كام ودايرة كام. امال لو هيسألني فيها في الامتحان هيسألني فيها ازاي؟ هيقول لك مثلا ايه اللي انت فهمته من الموقع الفلكي. يعني مثلا الدايرة اللي تحت دي رقمها كام؟ رقمها 10. لو لاحظت ان الدايرة ديت موجودة بين قارة اسيا واللي ببدأ اعد من عندها دوائر العرض وانا طالع لفوق، هتلاقيها برضو نفس الدايرة اللي لما نيجي نتكلم عن قارة استراليا اللي تحت هنبدأ من عندها. يبقى كده قارة استراليا وقارة اسيا الاتنين مشتركين في دائرة عرض كام؟ في دائرة عرض رقم 10. حتى كمان لو بصيت على الخط ده اللي هو رقمه 170 غربا، وهنا المفروض كنت تستغرب المفروض ده على ايدي اليمين يعني شرقا. اقول لك ما هي قارة اسيا دي كبيرة جدا 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 لدرجة ان الجزء اللي على ايدك اليمين ده العلماء لقوا ان هنا تقريبا 10 خطوط في الغرب موجودين فيه. يعني جزء من قارة اسيا على ايدي اليمين يعني في شرقها موجود في غرب الكرة الارضية، لاننا عايشين على الكرة الارضية. كل ديت حاجات ومعلومات بستنتجها من خطوط الطول ودوائر العرض.
طيب هي الحاجات دي انا هعرفها ازاي؟ اقول لك كل الافكار اللي ممكن تجيلك في الموقع الفلكي، يعني في الارقام ديت، انا هجيبها لك في فيديو الاسئله. فالارقام لما تقابلنا في الفيديو ده ما تشغلش بالك بيها، اعمل نفسك مش واخد بالك. ليه؟ لان كل الافكار اللي ممكن تجيلي فيها هتلاقيني جايبها لك في فيديو الاسئله. بس اهم حاجه عندي تعرفها في الموقع الفلكي، فاكر دوائر العرض الرئيسيه الخمسه اللي قلت لك عليهم؟ انا عايزك تعرف لي ايه من الدوائر العرض الرئيسيه بيعدوا في قاره اسيا. قال لك انت عندك ده اهو دائره الاستواء، والدايره دي مدار السرطان، وهنا كده الدائره القطبيه الشماليه. يبقى دوائر العرض الرئيسيه اللي بتعدي في قاره اسيا كم دايره من الخمسه؟ 3. دائره الاستواء، عندي مدار السرطان، عندي الدائرة القطبية الشمالية. الدوائر دي بتيجي في الامتحان وبيسألني عليهم، اما الارقام بتاعة الموقع الفلكي الخطين والدايرتين ما بيسألنيش عليهم نهائيا. طيب انت كده كلمتني عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي بتوع قارة اسيا، في حاجة تانية؟ قال لك ايوه، عندي شوية معلومات عايزك تعرفهم عن قارة اسيا. معلومات؟ اول معلومه، هي قاره اسيا مش تحس ان هي لازقه في قاره اوروبا؟ يعني وانت ماشي تحس ان انت هتعدي على طول تخش قاره اوروبا. ايوه، هو ما فيش حاجه بتفصل بينهم؟ قال لك فيه هنا كده جبال اسمها جبال الاورال. جبال ايه؟ الاورال. ركز في الجبال دي بتيجي في الامتحان. يبقى يفصل اسيا عن اوروبا جبال اسمها جبال ايه؟ الاورال. طيب انت قلت لي ان دي قاره افريقيا، طيب ايه بقى اللي بيفصل اسيا عن افريقيا؟ اقول له تعالى نعد مع بعض. دي شبه جزيره سيناء، دي اول حاجه بتفصل بينهم. ده البحر الاحمر، وده تاني حاجه بيفصل بينهم. هنا كده مضيق اسمه مضيق باب المندب، حته ضيقه كده بتوصل البحر الاحمر بالمحيط الهندي، ده بنقول عليها مضيق. طب اسم المضيق ايه؟ مضيق باب المندب. يبقى يفصل اسيا عن افريقيا كم حاجه؟ 3. شبه جزيره سيناء، البحر الاحمر، مضيق باب المندب. طيب انت كده قلت لي معلومتين عن قاره اسيا، فيه معلومات تاني؟ اقول لك ايوه، في قاره اسيا هنا كده ده بحر اسمه بحر قزوين، وده اكبر بحر مغلق في العالم كله. يبقى يوجد في قاره اسيا اكبر بحر ايه؟ مغلق. ايه هو اكبر بحر مغلق اللي موجود في اسيا؟ اقول له بحر قزوين. طيب في معلومات تانية عن قاره اسيا عايز تقولها لي؟ اقول لك ايوه، قاره اسيا دي فيها جزر كتير، وكمان فيها شبه جزر كتير، يعني اشباه جزر. طيب ايه الجزر الكتير؟ قال لك دي اسمها جزر اليابان، ودي اسمها جزر الفلبين، وكمان اللي عندها دائرة الاستواء بتعدي دي اسمها جزر اندونيسيا. يبقى تاني، انا عندي قارة اسيا فيها جزر كتير. ايه هم الجزر الكتير؟ اقول له عندي جزر اليابان وجزر الفلبين وجزر اندونيسيا. طيب انت بتقول لي فيها اشباه جزر، كلمة اشباه جزر يعني جمع شبه جزيرة. ايه هم الاشباه الجزر اللي عندك؟ اقول لك عندك شبه الجزيرة العربية هنا، وعندك دي اسمها شبه جزيرة المالايو. شبه جزيرة ايه؟ المالايو. طيب انت كده خلصت المعلومات اللي مطلوبة مني عن قارة اسيا. قال لك فاضل حاجة واحدة بس، تعرف المضايق المهمة اللي موجودة عند قارة اسيا. ايه هي المضايق دي؟ اقول لك عندنا مضيق باب المندب لسه قايلين عليه دلوقتي، عندنا هنا كده مضيق هرمز. مضيق اسمه ايه؟ هرمز. عندنا في الحتة دي كده مضيق ليه؟ هي الحتة دي قارة ايه؟ قال لك دي قارة امريكا الشمالية. طب هو ايه اللي جاب امريكا الشمالية هنا؟ اقول لك مش انا لسه قايل لك ان احنا عايشين على حاجة اسمها الكرة الارضية، والحتة اللي في اليمين تعتبر لازقة في الحتة اللي على الشمال؟ طب ايه بقى المضيق اللي بين اسيا وبين امريكا الشمالية؟ قال لك مضيق اسمه مضيق بيرنج. يبقى تاني احنا مطلوب مننا نعرف الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. والموقع الجغرافي بنحط الاتجاهات الاصلية شمال جنوب شرق غرب، اما الموقع الفلكي فبنركز على دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي فين؟ اللي بتعدي في القارة بتاعتنا. طيب انا عايزك بقى تقول لي المعلومات اللي موجودة عن قارة اسيا. قال لك عندك 5 معلومات. اول معلومة تقولها لي، يفصل اسيا عن اوروبا، اقول له جبال الاورال. يفصل اسيا عن افريقيا 3 حاجات، شبه جزيرة سيناء، البحر الاحمر، مضيق باب المندب. 3 حاجة، يوجد في اسيا اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين. رابع حاجة يكسر بها حاجتين، الجزر واشباه الجزر. طب ما تقول لي الجزر؟ اقول له عندي جزر اليابان، جزر الفلبين،
الفلبين، جزر اندونيسيا. طب ما تقول لي اشباه الجزر، اقول له عندي 2، شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو. طيب بالنسبة لأهم المضايق اللي عندك، اقول له عندي مضيق باب المندب وده بين اسيا وافريقيا، وعندي مضيق هرمز وده في اسيا بس لوحدها، وعندي مضيق بيرنج ودي بين اسيا وامريكا الشمالية. طب هو انت ما عندكش الا ال3 مضايق دول؟ اقول لك لا، عندي مضيقين كمان بيفصلوها عن قارة اوروبا، بس مش هقولهم دلوقتي، وهقولهم واحنا بنتكلم عن قارة اوروبا. طب احنا كده خلصنا كل معلوماتنا عن قارة اسيا. بس قال لك استنى، جزر اليابان وجزر الفلبين وحتى جزر اندونيسيا هي فيها دول؟ الدول بقى اللي موجودة في الجزر دي بقول عليها الدول الجزرية، يعني دول قامت في جزر. طب الدول الجزرية لها تعريف؟ قال لك ايوه، وده تالت تعريف عندي. يعني ايه تعريف الدول الجزرية؟ اقول له هي الدول التي تتكون من جزيرة او اكثر، يعني دولة بتبقى موجودة في جزيرة او ممكن تبقى موجودة في اكتر من جزيرة، بقول عليها الدول الجزرية. يبقى هي الدول التي تتكون من جزيرة او اكثر، او قد تكون جزءا من جزيرة. يعني ممكن تلاقي دولة مش واخدة الجزيرة كلها، واخدة جزء بس من الجزيرة. المهم اي دولة على اي جزيرة بقول عليها الدول الجزرية. يبقى ده تالت تعريف عندي عايزك تحفظه. طيب احنا كده خلصنا كل كلامنا عن قارة آسيا. كل الحاجات اللي قدامك دي الخاصة بقارة آسيا عايزك تكتبها ورايا كلمة بكلمة، وكل قارة هنكتب فيها المعلومات بتاعتها برضو تنقلها ورايا علشان تذاكر الدرس كويس. يلا نخش على تاني قارة عندنا وهي قارة افريقيا، ونشوف الموقع بتاعها. موقعها احنا عندنا كم موقع؟ 2، موقع جغرافي وموقع فلكي. طب ما تجيب لي الاول قارة افريقيا على خريطة العالم اشوفها. اقول لك اهي، حط لي بقى الحاجات اللي حواليها. اقول لك يلا، ده البحر المتوسط، وده البحر الاحمر، وده المحيط الهندي، وده المحيط الاطلنطي. ديت الحاجات اللي موجودة حوالين قارة افريقيا. طيب ما تقول لي بقى الموقع الجغرافي. اقول لك مش احنا قلنا اول ما اسمع كلمة الموقع الجغرافي افتكر الاتجاهات الاصلية؟ ايوه. طب يلا نحط فوق شمال، تحت جنوب، على ايدك اليمين شرق، على ايدك الشمال غرب. في الشمال عندي ايه؟ اقول له عندي هنا البحر المتوسط. البحر المتوسط ده بيفصلها عن قارة ايه فوق؟ اقول له بيفصلها عن قارة اوروبا. يبقى يفصل افريقيا عن قارة اوروبا البحر ايه؟ اقول له البحر المتوسط. طيب في الجنوب، استنى هنا، انت عندك كده المحيط الاطلنطي داخل، وهنا كده المحيط الهندي داخل. اقول انهي فيهم؟ اقول لك ما تقولش. ما اقولش؟ ايوه، اي قاره لها مثلث من تحت كده ما تجيبش الجنوب، يعني الغي على الجنوب. ايوه. طيب في الشرق هقول ايه؟ قال لك عندك هنا البحر الاحمر وعندك هنا المحيط الهندي. طب في الغرب المحيط الاطلنطي. طيب قول لي تاني الموقع الجغرافي كده. اقول لك نمسح الاول خريطة العالم ونجيب خريطة افريقيا لوحدها ونحط البيانات تاني. هنا كده البحر المتوسط، هنا كده البحر الاحمر، ده المحيط الهندي، ده المحيط الاطلنطي. يلا حط الاتجاهات بتاعتك، فوق شمال، تحت جنوب، على ايدك اليمين شرق، على ايدك الشمال غرب. قبل ما اكمل، اي قارة فيها مثلث من تحت الغي على الجنوب وما تقولهوش. يبقى في الشمال عند البحر المتوسط، ده اللي بيفصل قارة افريقيا عن قارة اوروبا. في الشرق عند البحر الاحمر والمحيط الهندي. في الغرب عند المحيط الاطلنطي. ده الموقع ايه؟ ده الموقع الجغرافي. طب بالنسبة للموقع الفلكي، قال لك يلا هنشوف الخط اللي على ايدنا اليمين ده في اول القارة من هنا، والخط اللي على شمال القارة من هنا كده. فهنلاقي ان الخط اللي على اليمين ده رقمه 51 شرقا، والخط اللي على الشمال ده رقمه 17 غربا. يبقى ده رقمه 51 شرقا وده رقمه 17 غربا. طيب حط لي دايرة فوق من هنا ودايرة كمان من تحت من هنا، وقول لي الرقم بتاع الدايرة اللي فوق دي كام؟ اقول له 37.5 شمالا. طب الدايرة اللي تحت دي رقمها كام؟ 34.5 جنوبا. طب اعمل ايه في الارقام دي؟ قلت لك اعمل نفسك مش واخد بالك. امال اخد بالي من ايه؟ من دوائر العرض الرئيسية. يعني شوف لي ايه دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي في قارة افريقيا. قال لك هنا ده دائرة الاستواء، ده مدار السرطان، ده مدار الجدي. يبقى بيعدي في قارة افريقيا كم دائرة عرض رئيسية؟ 3. دائرة الاستواء، فوقها مدار السرطان، وتحت خالص مدار الجدي. طيب احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. مطلوب مننا ايه؟ قال لك عايزك تقول لي شوية معلومات عن قارة افريقيا. ايه هي المعلومات اللي انت عايز تعرفها؟ قال لك حاجتين 2 بس. اول حاجة، هي قارة اسيا كان فيها جزر كتير؟ قارة افريقيا بقى عكسها، يقل بها الجزر، ما فيهاش جزر كتير.
طب ما تقول لي اي مثال لاي جزر فيها. قال لك عندك هنا دي جزيرة مدغشقر، وفي النقط الصغيرة دي جزر القمر او جزر القمر. يبقى اول معلومة اخدها عن قارة افريقيا انها ما فيهاش جزر كتير. طيب لو قال لي قول لي اي جزر فيها، طيب اقول له عندي جزيرة مدغشقر وعندي جزر القمر او جزر القمر. طيب ايه المعلومات التانية؟ اقول لك المضايق. ايه المضايق اللي عندك؟ اقول لك ده انت قلت لي ان هو مضيق باب المندب، حصل. طيب المضيق اللي بيفصل افريقيا عن اوروبا مضيق ايه؟ اقول له مضيق جبل طارق. مضيق ايه؟ جبل طارق. طيب في مضيق كمان؟ اقول لك هنا كده بين قارة افريقيا وجزيرة مدغشقر مضيق اسمه مضيق موزمبيق. مضيق ايه؟ موزمبيق. يبقى لما نيجي نتكلم عن المضايق هنتكلم عن 3 مضايق. مضيق باب المندب ده اللي بين افريقيا واسيا، مضيق جبل طارق وده اللي بين افريقيا واوروبا، مضيق موزمبيق ده موجود في قارة افريقيا بس. طيب انت عندك معلومات تانية هتقولها لي عن قارة افريقيا؟ اقول لك لا خلاص كده. طيب يلا بينا ندخل على القارة اللي بعدها، قارة اوروبا. واول حاجة نشوف الموقع بتاعها. احنا عندنا قلنا موقعين، جغرافي وفلكي. هات لي بقى خريطة العالم وقول لي فين قارة اوروبا واكتب لي البيانات اللي حواليها. اقول لك دي قارة اوروبا، البيانات اللي حواليها فوق المحيط القطبي الشمالي، تحت ده البحر المتوسط، على يمينها اسيا وعلى شمالها المحيط الاطلنطي. طيب قلنا الموقع الجغرافي يعني ايه؟ يعني افتكر الاربع اتجاهات، شمال جنوب شرق غرب. طب حطهم لي يلا. اقول لك فوق شمال، تحت جنوب، على ايد اليمين شرق، على ايد الشمال غرب. في الشمال اقول له المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب اقول له البحر المتوسط، في الشرق اقول له قارة اسيا، طب في الغرب اقول له المحيط الاطلنطي. طب ما تقولهم لي تاني. اقول لك يلا نمسح خريطة العالم الاول واجيب لك قارة اوروبا لوحدها ونحط البيانات تاني. فوق المحيط القطبي الشمالي، تحت البحر المتوسط، على ايدك اليمين قارة اسيا، على ايدك الشمال المحيط الاطلنطي. طب حط لي يلا الاتجاهات علشان اجيب الموقع الجغرافي. فوق شمال، تحت جنوب، على ايدك اليمين شرق، على ايدك الشمال غرب. يبقى في الشمال المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب البحر المتوسط، في الشرق قارة اسيا، في الغرب المحيط الاطلنطي. طيب بالنسبة بقى للموقع الفلكي اللي انا كده كده هعمل نفسي مش واخد بالي اصلا، اقوله لك الخط ده كده رقمه 66 شرقا. طب والخط اللي على شمالها؟ اقول لك استنى، ايه ما تحطش الخط هنا ليه بقى؟ قال لك انت غصب عنك هترجع في المية لحد ما تجيب الجزيرة دي وتحط الخط، لان الجزيرة دهيت تبع قارة اوروبا. ليه اسم الجزيرة دي ايه؟ اقول لك ايسلندا. اسمها ايه؟ ايسلندا. طيب يبقى احنا كده غصب عننا رجعنا بخط الطول في المية لحد ما جبنا الجزيرة التابعة لقارة اوروبا. طب الخط بقى البعيد ده رقمه 25 غربا، يبقى الخط اللي على اليمين رقمه 66 شرقا، والخط اللي على الشمال رقمه 25 غربا اللي موجود في اخر جزيرة ايه؟ ايسلندا. طب انت كده خطوط الطول زادت ولا ما زادتش؟ زادت، لانك بدل ما تحط الخط هنا كده على طول وتخلص، غصب عنك رجعت في المية لحد ما تحط هنا خط عند جزيرة ايسلندا. ده معناه لو جه سألك وقال لك ليه خطوط الطول كتير في قارة اوروبا، اقول له علشان عندها جزر كتير. الجزر الكتير خلتني غصب عني ارجع بخط الطول لحد ما اجيب اخر جزيرة تابعة ليها، والسؤال ده هجيبه لك كمان شوية. طيب يبقى احنا كده عرفنا خطين الطول. طب دايرتين العرض، اقول لك الدايره اللي فوق دي رقمها 71 شمالا، والدايره اللي تحت خالص ديت رقمها 36 شمالا برضه. المهم الارقام دي مش هشغل بالي بيها، هشغل بالي بايه؟ بدوائر العرض الرئيسيه اللي بتعدي في قاره اوروبا. طب هو انت عندك كم دايره عرض رئيسيه بتعدي في قاره اوروبا؟ قال لك واحده بس هنا كده، الدائره القطبيه الشماليه. الدائره القطبيه الشماليه بس هي اللي بتعدي في قاره اوروبا؟ اقول لك ايوه. طيب انت كده كلمتني عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي، هتقول لي ايه تاني؟ اقول لك شويه معلومات عن قاره اوروبا. ايه هي المعلومات اللي هتقولها لي؟ اقول لك لو انت بصيت على قاره اوروبا انت سهل ترسم القاره دي؟ اقول لك صعب، لانها كلها فيها تعرجات كتير قوي. اهو قال لك بقى السواحل بتاعتها تتميز بتعرج السواحل وقصرة الجزر. يبقى ايه اكتر معلومه واكتر ميزه بتميز قاره اوروبا؟ اقول له تعرج السواحل وقصرة الجزر. طيب
تعرج السواحل وكثرة الجزر دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ اقول لك حاجة حلوة جدا. ليه؟ اقول لك عارف انت الموانئ اللي بيقف فيها السفن؟ ايوه، بيقول لك بقى لما يبقى الساحل حتة داخلة وحتة طالعة، حتة داخلة وحتة طالعة، سهل جدا السفن تقف عند الحتت اللي داخلة جوه البحر دي، لانك لما بتيجي تعمل مينا غصب عنك بتفحر المكان اللي تحت علشان السفينة ما تحكش في الارضية. تعرج السواحل بقى والحتت اللي داخلة في البحر دي بتلاقي السفينة تيجي تقف جنب الشط وما يبقاش في اي مشكلة، يعني بتبقى مينا طبيعية. المينا الطبيعية دي جت لان الساحل متعرج، حتة داخلة وحتة طالعة. ليه؟ هو تعرج السواحل احسن من استقامة السواحل؟ يعني السواحل المستقيمة مش احسن من تعرج السواحل؟ اقول لك ايوه، لان لما يبقى الساحل مستقيم لما تيجي تعمل مينا هتعمل ايه؟ هتيجي تحفر في الارض وتغوط حتة معينة علشان السفينة تيجي تعرف تقف جنب الشط. اما تعرج السواحل الحتت اللي داخلة جوه دي اصلا السفن بتيجي تقف جنبها من غير مشكلة عشان الارضية بتاعتها بتبقى واطية قوي. طيب يبقى لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على تعرج السواحل وكثرة الجزر في قارة اوروبا، اقول له ساعد على انشاء الموانئ الطبيعية. موانئ ايه؟ طبيعية. بص بقى، لو انت مش هتذاكر في الدرس الا السؤال ده هو يبقى لازم تحفظه. ما النتائج المترتبة على تعرج السواحل وكثرة الجزر في قارة اوروبا؟ اقول له ساعد على انشاء الموانئ الطبيعية. طب افرض قلب لك السؤال وقال لك بما تفسر كثرة الموانئ الطبيعية في قارة اوروبا؟ ليه عندك موانئ طبيعية كتير جدا في قارة اوروبا؟ اقول له بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر. دي اول معلومة قلتها لي عن قارة اوروبا. عندك معلومات تانية؟ اقول لك ايوه، اهم الجزر. الجزر مش انت قلت لي فيها جزر كتير؟ ايوه. طب قول لي اهم الجزر اللي فيها. اقول لك عندك دي الجزر البريطانية. طيب عندك كمان جزيرة ايسلندا اللي انت قايل لي اجبرتني احط خط الطول يمتها لانها تابعة لقارة اوروبا. يبقى ايه اهم الجزر التابعة لقارة اوروبا؟ اقول له الجزر البريطانية وجزيرة ايسلندا. طيب بالنسبة بقى للمضايق، اقول لك مش ده مضيق جبل طارق؟ طب عندك مضايق تانية؟ اقول لك ايوه، هنا كده مضيق وهنا كده مضيق. المضيق ده هو اسمه البسفور، واللي بره يمة البحر المتوسط ده اسمه الدردنيل. اسمهم ايه؟ البسفور، واللي يمة البحر المتوسط الدردنيل. طب الحتة اللي جوه دي اسمها ايه؟ اقول له ده اسمه البحر الاسود. اللي يمة البحر الاسود البسفور، واللي يمة البحر المتوسط الدردنيل. طيب يبقى لما نيجي نقول المعلومات اللي خدناها عن قارة اوروبا، اول معلومة تعرج السواحل وكثرة الجزر. طب ما النتائج المترتبة على ذلك؟ اقول له ساعد على انشاء الموانئ الطبيعية. السؤال ده حفظ جدا جدا جدا. طب ايه اهم الجزر اللي عندك؟ اقول له الجزر البريطانية وجزيرة ايسلندا. طب ايه اهم المضايق؟ اقول لك 3. عندك مضيق جبل طارق، وعندك مضيق البسفور، وعندك مضيق الدردنيل. مضيق جبل طارق ده بين مين ومين؟ اقول له ده بين اوروبا وبين افريقيا. البسفور والدردنيل دول بين مين ومين؟ اقول له بين اوروبا وبين اسيا. طيب هل لسه في حاجات اعرفها عن قارة اوروبا؟ قال لك لا كفاية كده. يلا كلمني عن القارة اللي بعدها وهي قارة امريكا الشمالية، وهنتكلم عن الموقعين بتوعها، موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي، وهنشوفها الاول على خريطة العالم هي فين بالظبط وايه الحاجات اللي حواليها. قال لك دي قارة امريكا الشمالية. فوق هنا المحيط القطبي الشمالي، في الحتة دي خليج اسمه خليج المكسيك، وهنا كده اسمه البحر الكاريبي. اما ده المحيط الاطلنطي وده المحيط الهادي. طيب موقعنا الجغرافي هنحط الاربع اتجاهات، شمال فوق، جنوب تحت، على ايد اليمين شرق، على ايد الشمال غرب. طب في الشمال ايه؟ قال لك المحيط القطبي الشمالي. طب في الجنوب؟ قال لك اقف استنى، هي المية عدت ووصلت بعضها تحت؟ قال لك لا، ده انت هتلاقي ان قارة امريكا الشمالية وانت ماشي كده لحد ما توصل لامريكا الجنوبية، ده معناه ان مفيش جنوب. امال هقول ايه هنا؟ اقول لك الحتة دي جنوب يمة الشرق، فهقول عليها جنوب شرق. يبقى في جنوب شرق امريكا الشمالية ايه؟ اقول له عندي خليج المكسيك وبحر اسمه البحر الكاريبي، واول مرة اخده اقول لك ايوه اسمه البحر الكاريبي. طيب في الشرق المحيط الاطلنطي، في الغرب
المحيط الهادي. طيب ما تجيب لي بقى خريطة أمريكا الشمالية لوحدها وتحط لي عليها البيانات. أقول لك يلا نمسح دي ونجيب خريطة أمريكا الشمالية. حط لي البيانات يلا. المحيط القطبي الشمالي فوق، عندي هنا خليج المكسيك والبحر الكاريبي، هنا كده المحيط الأطلنطي، وهنا كده المحيط الهادي. طيب حط الاتجاهات شمال تحت، احط جنوب ولا احط جنوب شرق؟ احط جنوب شرق، ودي القارة الوحيدة اللي بجيب فيها جنوب شرق. هنا كده احط الشرق وهنا كده احط الغرب. في الشمال عند المحيط القطبي الشمالي، في الجنوب الشرقي عندي خليج المكسيك والبحر الكاريبي، في الشرق عند المحيط الاطلنطي، في الغرب عند المحيط الهادي. طب بالنسبة للموقع الفلكي اللي انا مش هذاكره اصلا، اقول لك هحط خط في اولها هنا كده وخط في اخرها هنا كده. الخط ده رقمه 10 غربا والخط ده رقمه 168 غربا. طيب دول الخطين. بالنسبة للدايرة اللي فوق والدايرة اللي تحت، قال لك اللي فوق دي 83 شمالا واللي تحت دي 7.5 شمالا برضو. طيب اهم حاجة عندي اعرف دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي في امريكا الشمالية ايه هم؟ قال لك 2، ده مدار السرطان وفوق الدائرة القطبية الشمالية. طيب احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. طب ايه هي المعلومات اللي عايز نعرفها عن قارة امريكا الشمالية؟ اقول لك بس المضايق. عندي هنا كده فاكر مضيق بيرنج؟ ايوه هنقوله برضو اللي موجود بين امريكا الشمالية وبين اسيا. وعندي هنا كده مضيق اسمه مضيق هيدسون. مضيق ايه؟ هيدسون، ده موجود في امريكا الشمالية بس. طيب كده احنا خلصنا كلامنا عن قارة امريكا الشمالية وعرفنا موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي وعرفنا مضيقين موجودين فيها. طيب بالنسبة بقى لقارة أمريكا الجنوبية إيه موقعها الجغرافي وموقعها الفلكي؟ قال لك لو جبنا خريطة العالم دي قارة أمريكا الجنوبية، ولو جينا نحط البيانات أقول هنا فوقها كده البحر الكاريبي اللي أنا كنت لسه قايله في قارة أمريكا الشمالية، وهنا كده المحيط الأطلنطي، وهنا كده المحيط الهادي. ولما أجي أحط الاتجاهات، استنى الأول، أنت حاسس إن هي شبه المثلث؟ قال لك أيوه، ده تبدو على شكل أقرب للمثلث. يبقى لما يجي يقول لي في الامتحان إيه القارة اللي على شكل مثلث، اقول له قاره امريكا الجنوبيه. ده معناه ان انا هجيب جنوب ولا اسكت؟ اقول لك تسكت، ما تجيبش جنوب خالص. يبقى انا هحط شمال واحط شرق واحط غرب. في الشمال اقول له البحر الكاريبي، في الشرق اقول له المحيط الاطلنطي، في الغرب اقول له المحيط الهادي. طيب ما تمسح لي بقى خريطه العالم دي وتجيب لي خريطه امريكا الجنوبيه لوحدها. اقول لك يلا نمسح الخريطه دي ونجيب قاره امريكا الجنوبيه ونحط هنا البحر الكاريبي وهنا المحيط الاطلنطي وهنا المحيط الهادي، ونحط فوق شمال وعلى اليمين شرق وعلى الشمال غرب. شمالها البحر الكاريبي، شرقها المحيط الأطلنطي، غربها المحيط الهادي، وفي الجنوب ما جيبش علشان هي أصلا تبدو على شكل مثلث. طب بالنسبة بقى للموقع الفلكي اللي أنا مش هحفظه، أقول لك الخط اللي في أولها ده رقمه 35 غربا والخط ده رقمه 81 غربا. أما الدايرة اللي فوق دي رقمها 12 شمالا والدايرة اللي تحت دي رقمها 56 جنوبا. طيب في الموقع الفلكي الحاجة الوحيدة اللي ركز عليها ايه؟ اقول له ايه هي دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي في قارة امريكا الجنوبية؟ اقول لك دايرتين، هنا كده دائرة الاستواء وده مدار الجدي. يبقى انا كده عرفت ان انا عندي دايرتين رئيسيتين بيعدوا في قارة امريكا الجنوبية، دائرة الاستواء ومدار الجدي. ايوه. طيب عندك معلومات تقولها لي عن قارة امريكا الجنوبية؟ اقول لك هي معلومة واحدة بس، الحتة دي فيها مضيق اسمه مضيق ماجلان. ماجلان، ايوه. يبقى انا عندي المعلومة الوحيدة اللي اخدها على قارة امريكا الجنوبية ان فيها مضيق اسمه مضيق ماجلان. كده احنا خلصنا كلامنا عن قارة امريكا الجنوبية. يلا بينا ندخل ونتكلم عن قارة استراليا. هنتكلم عن موقعها الجغرافي وبرضه موقعها الفلكي. فين قارة استراليا في خريطة العالم؟ اهي، حط لي بياناتك بسرعة. اقول له هنا كده فوق بحر اسمه بحر ارافورا. بحر ايه؟ ارافورا، تحت المحيط الهندي، في الشرق الهادي، في الغرب المحيط الهندي برضو. طيب الموقع الجغرافي يعني هحط الاتجاهات بتاعتي شمال جنوب شرق غرب. في الشمال عندك بحر ارافورا، في الجنوب المحيط الهندي، في الشرق الهادي، في الغرب المحيط الهندي برضو. طيب ما تمسح خريطة العالم بقى وهات لي قارة استراليا لوحدها. اقول لك اهي، حط البيانات بسرعة. هنا بحر ارافورا تحت المحيط الهندي، على ايدك اليمين المحيط الهادي، على ايدك الشمال المحيط الهندي. طيب حط لي بقى الاتجاهات. في الشمال بحر ارافورا. طب استنى، هو بحر ارافورا ده بينها وبين قارة ايه؟ بينها وبين قارة اسيا. طب ايه هي الجزر اللي موجودة دي؟ اقول لك فاكر جزر اندونيسيا؟
يبقى بحر أرافورا بيفصل لقارة استراليا عن جزر اندونيسيا. جزر اندونيسيا دي تبع لقارة آسيا. طيب في الجنوب وفي الغرب عندك محيط اسمه المحيط الهندي، يبقى المحيط الهندي موجود في جنوب وغرب قارة استراليا. اما في الشرق المحيط الهادي. طب بالنسبة للموقع الفلكي اللي هعمل نفسي مش واخد بالي منه، اقول لك هنا كده الخط ده رقمه 113 شرقا، والخط ده استنى هنا ارجع بالخط في المية ورا خالص لحد الجزر دي، الخط ده رقمه 178 شرقا. استنى هنا، انت هنا كده زودت خطوط الطول ليه؟ اقول له علشان كثرة الجزر. يبقى بما تفسر كثرة خطوط الطول في قارة استراليا؟ اقول له بسبب كثرة الجزر التابعة لها. في جزر كتير تابعة ليها، فغصب عني وانا بحط خطين الطول برجع كتير في المية علشان اجيب الجزر التابعة ليها. طيب الدايرة اللي فوق دي كام والدايرة اللي تحت كام؟ قال لك الدايرة اللي تحت رقمها 44 جنوبا، والدايرة اللي فوق دي رقمها 10 جنوبا. وهنا تقف شوية ليه؟ اقول لك عارف 10 جنوبا ديت كانت جنوب قارة آسيا. يبقى كده قارة آسيا وقارة استراليا الاتنين بيشتركوا في الدايرة بتاعت رقم 10 دي، علشان لما يجي لك سؤال ويقول لك قارة آسيا بتشترك مع قارة مين في دائرة العرض؟ اقول له مع قارة استراليا. ديت اخرها من تحت 10، وقارة استراليا اول رقم فيها ببدأ منه 10، يبقى الاتنين مشتركين في دايرة العرض رقم 10. طيب المهم انا كده مش هحفظ الارقام بس اعرف المعلومة. بالنسبة بقى لدوائر العرض الرئيسية اللي فيها، قال لك فيها دايرة واحدة اللي هو مدار الجدي. مدار ايه؟ مدار الجدي. طيب بالنسبة بقى للمعلومات اللي انت عايز تقولها لي عن قارة استراليا، اقول لك فيها جزر كتير جدا جدا جدا. طب ما تقول لي اي جزر؟ اقول لك هنا دي جزر نيوزيلندا، اللي فوق بقول عليها جزر نيوزيلندا الشمالية، واللي تحت بقول عليها نيوزيلندا الجنوبية. يبقى أنا عندي من الجزر الكتير التابعة لقارة استراليا نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية. طيب عندك كمان دي جزيرة تسمانيا. اسمها ايه؟ تسمانيا. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا جزر كتير موجودين في قارة استراليا، منها نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية وتسمانيا. طب انت عندك هنا مضايق؟ اقول لك اقول لك هنا كده مضيق اسمه مضيق باس. مضيق ايه؟ باس. طيب دي كل المعلومات المطلوبة نعرفها عن قارة استراليا. بس استنى، تعرف ان قارة استراليا لها اسم تاني؟ اسم تاني ايه هو؟ قال لك اسمها القارة الأوكيانوسية. اسمها كده؟ ايوه. يبقى قارة استراليا لها اسم تاني، اسمها ايه؟ الأوكيانوسية. علشان ساعات ما بيرضاش يقول لك قارة استراليا، وساعات يجيب لك السؤال ويقول لك فيه القارة الأوكيانوسية. يبقى القارة الأوكيانوسية يقصد بها قارة ايه؟ قارة استراليا. طيب يلا بينا نتكلم عن اخر قارة عندنا، وهي القارة القطبية الجنوبية انتراكتيكا. لو جينا نبص على القارة القطبية الجنوبية انتراكتيكا هنلاقيها موجودة في اقصى جنوب الكرة الارضية، موجودة تحت اهي. علشان كده القارة ديت قارة متجمدة غير مأهولة بالسكان. ليه؟ لأنها تقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية عند القطب الجنوبي. يبقى القارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتراكتيكا موجودة فين؟ أقول له موجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية. فين بالظبط؟ أقول له عند القطب الجنوبي. علشان كده أصبحت متجمدة كلها تلج غير مأهولة بالسكان، ما فيهاش سكان خالص. طيب إيه دوائر العرض الرئيسية اللي فيها؟ قال لك حتة دايرة واحدة بتعدي على الأطراف بتاعتها اسمها الدائرة القطبية الجنوبية. يبقى الدائرة الوحيدة اللي موجودة في القارة القطبية الجنوبية أنتراكتيكا، أقول له الدائرة القطبية الجنوبية. طيب بالنسبة لخطوط الطول، قال لك كل خطوط الطول موجودين فيها. نعم. ازاي؟ اي خط هتعمله كده هيوصل للقطب الجنوبي، وهي موجودة حوالين القطب الجنوبي. يبقى كده ايه القارة اللي بتعدي فيها جميع خطوط الطول؟ القارة القطبية الجنوبية. طيب قال لك بقى حوالين قارة انتراكتيكا محيط واحد اللي هو المحيط القطبي الجنوبي، وده بيحوطها من كل حتة. طب ما فيش اي معلومات عنها؟ اقول لك فيه. تعرف ان القارة دي فيها مراكز للبحوث؟ مراكز بحوث؟ ايوه. تبع مين؟ قال لك تبع 4 دول، تبع روسيا وتبع الولايات المتحدة الامريكية وتبع فرنسا
وتبع انجلترا. يبقى روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا لهم مراكز بحوث في القارة القطبية الجنوبية اللي ما فيهاش سكان؟ اقول لك ايوه. وبكده نكون خلصنا درسنا، وعاوزك تكون ركزت وكتبت شوية الحاجات دول اللي هم يعتبروا حفظ، زي ان احنا عندنا 3 تعريفات، وهو الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والدول الجزرية. وقلنا الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات وقارات او دول مجاورة. وقلنا الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. وقلنا ان الدول الجزرية هي الدول التي تتكون من جزيرة او اكثر، او قد تكون جزءا من جزيرة. طيب قلنا عندنا شوية اسئلة مهمين جدا، سؤالين بما تفسر بعكسهم بيبقوا من نتائج. يعني مش فاهم، يعني مثلا عندنا سؤال بما تفسر بيقول لك بما تفسر انتشار الموانئ الطبيعية في قارة اوروبا. اشمعنى الموانئ الطبيعية موجودة كتيرة قوي في قارة اوروبا؟ اقول له بسبب تعرج السواحل وكثرة الجزر، لان السواحل هناك متعرجة وفيه جزر كتير، وبالتالي هناك موانئ كتير. رقم 2 بيقول لك بما تفسر تجمد قارة انتاركتيكا وخلوها من السكان. اقول له لانها تقع في اقصى جنوب الكرة الارضية عند القطب الجنوبي. عند ايه؟ عند القطب الجنوبي. يبقى علشان موجودة في اقصى جنوب الكرة الارضية، وبالتالي هي قارة متجمدة ما فيهاش سكان. نفس السؤالين دول بسألهم من نتائج، يعني بقلب الاجابة سؤال والسؤال اجابة. ازاي؟ اقول لك لما يجي لك يقول لك ما النتائج المترتبة على قصر تعاريج السواحل والجزر في قارة اوروبا. يعني ايه؟ يعني ايه اللي حصل لما بقت السواحل متعرجة وفي جزر كتير في قارة اوروبا؟ اقول له ادى الى او ساعد على انشاء الموانئ الطبيعية، او ادى الى قصرة الموانئ الطبيعية، بقى عندي موانئ طبيعية كتير. برضو السؤال رقم 2 في بما تفسر اقلبوا ما النتائج، يعني قول ما النتائج المترتبة على وقوع قارة انتاركتيكا اقصى جنوب الكرة الارضية. اقول له اصبحت قارة متجمدة غير مأهولة بالسكان. اصبحت ايه؟ اصبحت قارة متجمدة غير مأهولة بالسكان. السؤالين دول بتوع بما تفسر والعكس بتاعهم في ما النتائج اكتر الاسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات. قال لك كمان عندك سؤالين بما تفسر استنتاج من شكل القارات على الخريطة، خاصة قارة اسيا وقارة استراليا. فبيجي يقول لي ساعات مثلا بما تفسر تعتبر قارة اسيا شبه جزيرة كبيرة. ليه انت بتقول على قارة اسيا انها شبه جزيرة؟ اقول له لان المياه تحيط بها من كام جهة؟ من 3 جهات، من فوق المحيط القطبي الشمالي، ومن على ايدي اليمين يعني من الشرق المحيط الهادي، ومن تحت يعني من الجنوب المحيط الهندي. نفس الكلام في قارة استراليا. بما تفسر تعتبر قارة استراليا بقى جزيرة كبيرة. تعتبر جزيرة ليه؟ اقول له لان المياه تحيط بها من جميع الجهات. فهنلاقي من الشرق المحيط الهادي، هنلاقي من الشمال بحر ارافورا، وهنلاقي من الغرب والجنوب عندنا المحيط الهندي. وبكده نكون خلصنا درسنا. ما تنساش تتفرج على فيديو الاسئلة على الدرس ده، وعلشان تعرف نفسك ذاكرت الدرس ده كويس ولا لا هتلاقيني سايب لك امتحان وواجب الكتروني تحت الفيديو على طول، علشان تخش وتحل وتشوف ايه اللي ذاكرته كويس وايه الحاجات اللي المفروض تراجع عليها تاني، واكتب لي درجتك في التعليقات. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحاتو.